السلام عليكم، يا اهلا بيكم في مطبخي المتواضع ومعايا ميزاني المتواضع. هعمل لكم حاجه جديده النهارده. عارفين البنسينول اللي موجود في الصيدليات؟ انا قررت اعمله بطريقه سهله قوي قوي كمان. قربوا مني كده بقى ويلا تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل بنسنول كريم. من الاسم كده ببساطة يبقى الاكتيف انجريدينت او المادة الفعالة الاساسية بتاعتنا هتكون هي البنسينول. وطبعا البنسينول ده لازم يكون ليه محتوى يتحط فيه، فاحنا هنحطه في كريم، يعني كريم. طيب الكريم بقى حضراتكم هنعمله ازاي؟ ركزوا معايا بقى. الكريم ده عبارة عن اللي هو المية وكمان الزيت، والمية والزيت دي لازم نربطهم بحاجة اللي هي اسمها سيرفاكتنت. طب حضرتك هنقدر النسب دي ازاي او هنحدد كل حاجه منهم ازاي؟ نفرض كده ان احنا هنعمل المفروض ان ده كريم يبقى الميه كميتها اعلى فبتوصل ل 80%، يعني 800 مللي. والزيت والسرفاكتنت المفروض يبقى كميتهم اقل، ممكن تكون 20% السرفاكتنت ولازم يكون زيهم زيت. طب لو انا بقى حبيت اعمل 700 مللي من الميه ويبقى 300 مللي من الزيت والسرفاكتنت، بقسمهم برضو 150 سرفاكتنت و150 زيت. انا هعمل هنا 800 و200. ركزوا معايا وما تتوهوش مني. انا هنا خدت 200 مللي يبقى 100 مللي من الاويل، وهختار زيت البرافين. زيت البرافين من الحاجات الحلوه قوي اللي بتتفرد حلو قوي قوي على البشره. والسيرفاكتنت اللي عندي هيبقى هو المية المقابله بتاعه الزيت. في سيرفاكتنات كتيره قوي، في منها موجب الشحنه وسالب الشحنه، وفي ما بيحملش شحنه خالص. طبعا افضلهم هو اللي معليش شحنات، لان اللي معليش شحنات ده لا بيعمل لي التهاب ولا بيعمل لي حلو قوي كمان للبشره الحساسه، وما بيغيرش على البشره. زي مين؟ الحاجات اللي ما فيهاش شحنات خالص، لا موجب ولا سالب، زي التوين 20 والتوين 80 والتوين 60. الفرق بينهم ان التوين 20 بيكون سولوبلايزر اكتر للحاجات اللي بين الميه والزيت زي العطور مثلا، اما التوين 80 فبيستخدم في الكريمات والشامبوهات اكتر. قررت ان انا استعمل توين 20 وتوين 80 عشان استفيد بالفوائد بتاعتهم الاثنين، وهدعمهم بالسيتوستريل عشان يديلي ملمس كريمي. طب ممكن استخدم توين 80 بس؟ ممكن تستخدم توين 80 بس. كده نشوف هنطبق الدنيا ازاي واحنا بنعمل الفورميولا بتاعتنا. اولا انا عندي اساسي هو البنسينول اللي انا هستخدمه، هو الاكتيف انجريدينت بتاعتي اللي موجوده في الفورميولا. هستخدم كام؟ البنسينول بستخدم من 1% لحد 2%، وانا هعمل لتر يبقى انا هستخدم 20 ملي من البنسينول. طب ركزوا معايا بقى كمان كده، احنا هننقل الخطوه اللي بعدها اللي هي السرفاكتنت. انا هستخدم توين 20 وهستخدم توين 80. طب افرضوا انتوا ما عندكوش غير توين 80، خلاص اوكي، عندكم توين 60 ما يجراش حاجه، بس يعني لازم استخدم حاجه تدعم شغلي مع بعضه. وكمان هستخدم ايه؟ السيتوستريل. ده كده السرفاكتنت اللي عندي. طب انا هقسمهم ازاي او هحط نسبتهم ازاي؟ في الاساس ان كميه الزيت هتساوي كميه السرفاكتنت، وكميه السرفاكتنت هي 100. انا هقسم 25 25 وهدي للسيتوستريل هو النسبه الاكبر اللي هي 50 مللي. انا عملت 100 مللي من السرفاكتنت قصادهم 100 مللي من الزيت، يبقى انا كده ضمنت ان يحصل امتزاج كويس جدا بين الميه والزيت اللي موجوده عندي. في الاساس مختاره زيت بارافين كزيت عندي اللي هو ال 100 مللي. طبعا بقى انتوا عايزين تفننوا، بس البارافين صدقوني في التركيبه دي حلو، حلو قوي كمان. سادس حاجه، لو احنا حبينا بقى نعمل شويه مرطبات كده، ممكن احط جليسرين. بحط 20 مللي من الجليسرين، وبيكون نسبتها محسوبة من كمية المية مش من كمية لا الزيوت ولا كمية السرفاكتنت. وبكمل بعد كده المية لحد اللتر بتاعي. بتاعتنا بنسينول 20 مللي، توين 20 25 مللي، توين 80 25 مللي، سيتوستريل 50، بارافين 100، وبحط كمان جليسرين 20 مللي. وطبعا المادة الحافظة ما بنساهاش، والريحة، ولو عايزين تضيفوا لون بس هو أحلى حاجة اللون الأبيض. وبكمل للتر من المية المكترة. الجزء العملي بتاعنا هناخد السيدوستريل ونوزنه على الميزان، وبعديه على طول هنحط التوين، سواء توين 20 او توين 80. بصراحه انا حطيتهم في نفس الطبق الازاز، ويمكن تلاحظوا كمان الفرق البسيط قوي في اللزوجه بين الاتنين. وبعد كده هحط البرافين بقى، الزيت المعدني بتاعنا اللي احنا مستعين بيه في التركيبه دي الاساسي في قاعده الكريم دي. وهاخد السيتوستريل والزيوت بتاعتي والتوين على حمام ميه سخنه وادوبهم. طبعا انا عارفه ان الاضاءه يعني مش كويسه، بس معلش اعذروني، يا رب بس تكونوا واخدين بالكم فاهمين اللي انا بقوله. وبعدين طبعا هي دابت هنا خالص، وبنزل عليهم بالميه اللي فيها جليسرين، بنزل شويه بشويه. طبعا مش هنسى ان انا اقلب حلو قوي وانا بنزل. شايفين اللزوجه والكريم بدا يظهر معايا، والقوام بتاعه بدا يظهر، وجماله وحلاوته بدات تبان. حطيته هنا في طبق اهو زي ما انتم شايفين، وابتدي اقلب فيه كده. طبعا
هو لسه سخن. انا مش هضيف خالص البنسينول الا لما يكون بارد، لان البنسينول عموما بيتضاف في بعد الطور فترة أنا البارد. قلبته، شايفين بدا يمتزج مع بعضه، شايفين الجمال. عايزه اقول لكم ان قاعده الكريم دي تحفه جميله قوي يعني لدرجه لا تتخيلوها، وملمسها حلو قوي، مفيش فيها اي تغيير نهائي، بتتفرد بسهوله وبطريقه بسيطه، وكمان انا مش قلقانه منها ان هي تعمل اي حساسيه او تحسس لاي حد خالص. خلاص هنجيب البنسلون بتاعنا بعد ما اتاكدت ان هي في الطور البارد، وهحط عليه شويه ميه وابتدي ادوبه. ده بنسلون يا جماعه، بس هو يعني ايه مش باين في الطبق. انا دوبته في ميه وهبتدي اضيفه بقى لقاعده الكريم بتاعتي الجميله دي. خلاص كده تعتبر احنا عملنا كريم بنسينول اللي موجود في الصيدليات. بقى الجمال وانا بقلبه ازاي هو بياخد يمتزج بسرعه وبيشرب الميه بتاعتي اللي انا حطاه. طبعا أنا الميه اللي انا مدوبه فيها البنسينول دي كانت محسوبه من كميه الميه الاساسيه اللي احنا في الاساس حاطينها. دي كانت تركيبه النهارده في البنسينول. احلى حاجه واجمل حاجه ممكن تخيلوها جمال القاعده اللي معموله بالتوين. عايزه اقول لكم ان انا فخوره جدا. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين الروعه. يعني مش عارفه اقول لكم ايه. كل اللي اقدر اقول لكم ان انا اشوفكم المره الجايه في تركيبه احسن واسهل وابسط من كده ان شاء الله. ومع السلامه.